قلبزات ويحضر اكياس ويحضر سلاح ويقطع ويروح يرمي. ازاي عيل عنده طفل؟ شفت الطفل اللي خلص على صاحبه وقطعه بمنشار كهرباء؟ ما شفتش؟ تعال. طفل صغير من الاسماعيليه عنده 13 سنه وفي الاعداديه. يوم الاحد اللي فات الولد ده خد صاحبه اللي عنده 12 سنه وراح بيه على البيت، وبعد كده الولد اللي معاه اختفى. فابو الولد اللي اختفى راح قدم بلاغ في الشرطه ان الولد بعد المدرسه اختفى ومحدش يعرف هو راح فين. فالشرطه عملت تحرياتها وفرجت الكاميرات وعرفت ان هو كان مع الولد صاحبه. ولما جابوا الواد ده وسالوه في الاول انكر، قال لك ما عرفش عنه حاجه، لكن الكاميرات كانت جايباهم وهم بيتمشوا من المدرسه ودخلوا بيت الولد واختفوا جوه. الشرطه لما راحت بيت الولد لقت ان في ملايه كلها دم، ولما كشفوا على الدم ده لقوها بتاع الولد صاحبه. فالولد في الاسم انهار واعترف انه حصلت مشكله بينه وبين صاحبه جوه البيت، فالخناقه كبت ما بينهم. فالولد جاب قطر عشان يدافع بيه عن نفسه، فالتاني جاب شاكوش وضربه على دماغه وخلص عليه. وعشان الولد ابوه نجار كان في البيت منشار كهرباء. فالولد بيقول لك انا كنت بتفرج على مسلسل امريكي اسمه ديكستر بيتعرض على نتفليكس، فانا جات لي فكره من المسلسل ده اللي انا داري الجريمه اللي انا اقطع صاحبي 6 حتت. وفعلا جاب منشار الكهرباء وعمل زي اللي حصل في المسلسل بالظبط، وقسم صاحبه وحطها في اكياس سودا، وخد 4 اكياس حطهم في منطقه بحيره كارفور وكيسين في منطقه مهجوره. النيابه بتحقق مع الولد اللي عمل كده وامرت انه يتعرض على الطب النفسي. اتجوزت عمه من بعدها والواد حد نفسيه تعبت. الواد بصراحه مش في الشارع ولا ليه دعوه بحد ولا اختلط بحد ولا ليه اصحاب في المكان ولا اي حاجه. هيجي ان شاء الله، هيجي يا رب يا رب. بيصحى الصبحيه 6 الصبحيه وبيجي اخر النهار، احنا بنشوفه اخر النهار بس، لان والده هو اللي بيربي العيال من ساعه ما والدته سابتهم وهو قاعد. يجيب قلبزات ويحضر اكياس ويحضر سلاح ويقطع ويروح يرمي. ازاي عيل عنده